السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة. على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس حبايبي، النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات. اتمنى ان هي تكون توقعات ايجابية، وفي نفس الوقت ان شاء الله تكون خفيفة على قلبكم الطيب الجميل. اصحاب برج القوس حبايبي، هنسمي الله قبل ما نبدأ أي شيء، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بفكركم باللايك يا حبايب قلبي، والاشتراك في القناة. واللي أول مرة بيشوف القناة بتاعتنا يبتدي إن هو يشترك فيها ويفعل الجرس إن شاء الله، عشان يوصله كل جديد بأمر الله تعالى. أصحاب برج القوس هنسمي الله وهنشوف مع بعض. لا إله. في رقم تليفون يا برج القوس راح منك، يعني كنت انت حافظه او شايله، او هو راح منك كنت بقالك فترة بتدور عليه مش لاقيه خالص. يمكن انت حاسس ان هو كان رقم مهم. ان شاء الله هتعثر على الرقم ده، بس هتتفاجأ لما تتصل بالرقم. هتتفاجأ بشيء، يعني في شيء هيفاجئك. كمان في شخص هيتواصل معاك، شخص يمكن يعني هيحذرك من شيء او هيفاجئك برضو بشيء يعني. بس انت يعني هتشكر ربنا ان هو يعني تواصل معاك او كده. كمان عندك حسد شديد يا برج القوس. عندك حسد في شكلك، في لبسك، في بيتك كمان يعني. عندك الحسد في بيتك، اي حد يدخل عندك يحسدك سبحان الله. اي حد بيدخل بيتك يحسدك، يعني عندك كده يعني لمسة جمالية في بيتك سبحان الله. يعني كم هي بسيطة، ولكن أي حد بينبهر بيها. مش أي حد إن هو يعني أول ما يدخل عندك بيسمي الله، أو بيكونش فيه حقد في قلبه. للأسف كل اللي بيجي عندك بيبقى مستكتر أي حاجة عليك، الهوى مستكتره عليك يعني سبحان الله. فأنت ما تدخلش حد عندك أحسن. الأحسن اقفل بابك عليك، اقفل بابك على حياتك وحياة ولادك حياة أي حد يخصك موجود معاك. ما تقولش أسرارك لأي حد، لأن الناس بقت غريبة. الناس بقت غريبة. اخفي حياتك عن كل البشر، هترتاح. صدقني هترتاح. طيب عندكم سفر يا برج القوس؟ بس عايزين نتأكد في سفر عندكم سفر فعلا إن شاء الله. يمكن يناير أو فبراير بأمر الله. كمان عندك تحقيق لشيء، هدف كان كنت انت دايما حاطه قدام عينيك. هدف معين إن شاء الله هيتحقق إن شاء الله. في صلح بينك وبين أطراف في محكمة، يعني في صلح هيتم بينكم في محكمة، لكن مش علشان تم الصلح أو التنازل أو كده إنك أنت خلاص يعني. لأ، لأن الأشخاص ديت أشخاص سيئين، فما تأمن لهمش. يعني انت ماشي صالحت عشان المصلحة تعدي، او عشان تاخد حاجتك، او تعدي البر الامان، بس احذر وحاذر. احذر وحاذر. ان شاء الله عندك اموال قادمة بامر الله. اموال قادمة ان شاء الله بامر الله. في حرف الياء. في حرف الياء ده هتستلم منه يعني مال، يعني في حد بحرف الياء
هيعطيك مال، هيعطيك مال كان يمكن مستحق ليك، أو شراكة أو شيء أو هدف معين، مش يعني، على كل الأحوال أنت هتستلم مال، هتستلم مال عن طريق حرف الياء. عندك ورقة هيتوافق لك عليها بعد فترة كانت متعبة وفترة طويلة جدا جدا. الورقة دي هتوافق لك عليها، يعني هيمضي لك عليها شخصين إن شاء الله. في كمان يمكن باسبور ليك هتستلمه. انت كنت مغير فيه حاجة، هتستلمه إن شاء الله. بس انت يعني انت شايل هم، عندك هموم كتير. ليه يا برج القوس كده يعني؟ عاوز ترتاح، انت عاوز توصل كمان، عايز توصل لحلمك، آه، عايز توصل لهدف معين، لحلم، شيء. آه، ربنا ان شاء الله هو اللي بأمر الله هو اللي عنده كتير جدا جدا، وهو اللي هيعوضك خير، وهو اللي يعني هيحقق لك كل شيء، بس مع الصبر، يعني مع الصبر ان شاء الله هتوصل بأمر الله. انت عندك وصول، عندك وصول يعني قريب جدا، وصول قريب جدا ان شاء الله. نفسك تزور النبي عليه الصلاة والسلام، ان شاء الله عندك زيارة للرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله ان شاء الله، بس لوحدك يعني، لوحدك. هتخسر حد عزيز عليك، هتخسر حد عزيز عليك. آه، عندك كمان انت بتدعي كتير جدا جدا يمكن لأولادك، تدعي لأولادك ليل ونهار، نفسك ترتاح من ناحيتهم. آه، طب في كلمة اهيت، في كلمة صفاء، ايه الكلمة ديت؟ لا إله إلا الله. طيب بص بقى، هي ممكن صفاء ديت تكون فعلا اسمك أو اسم حد قريب، ولو ممكن تكون صفاء، يعني انت نفسك في الصفاء يكون موجود في حياتك، صفاء يكون صفاء قلبك من هموم، أثقال، حمول. يعني كلمة صفاء ديت هتظهر في حياتكم، أو ظهرت، أو أنت اسمك فعلا صفاء. مهم إن الكلمة ديت أنت يعني هتطفئ حاجة على حياتك إن شاء الله، في صفاء عندك إن شاء الله في حياتك بأمر الله تعالى إن شاء الله. أنت داخل على عقار جديد، أو هتشتري العقار ده، أو هتسكن في العقار ده، في شيء جديد هتشتريه إن شاء الله بأمر الله، ممكن يكون عقار يعني، إن شاء الله بأمر الله يكون فتحة خير عليك، وهيكون وشه حلو عليك برضه إن شاء الله. طيب المكان اللي أنت فيه دلوقتي، احذر من واحدة كده متدخلة، يعني واحدة عايزة تدخل في حياتك وتعرف إيه اللي فيها يعني. لا ما تدخلهاش حياتك، خلي بالك، هي عايزة، نفسها تدخل جوه بيتك، يعني أسرارك وجوه بيتك وعيشتك والكلام ده كله، لا، ابعدها تماما عن حياتك، يعني ابعدها تماما عن حياتك. ناس صرصارة بتتكلم كتير، وبتروح بتقف على كل باب شوية زي ما بيقولوا، فهتنقل أسرارك، وهتنقل يعني أي شيء تشوفه عندك هتتكلم عليه. هي كده كده بتتكلم عليك أصلا عشان أنت يعني مش معبرها، يعني مش معبر الإنسانة أو الشخصة دي، هي عايزة تدخل جوه حياتك. آه، أنت يعني مش عايز تدخلها حياتك، دي نفسها تعرف أسرارك بس، ما تدخلهاش حياتك، لا، ما تدخلهاش، ابعدها عنك خالص يعني. مع إنها هي يعني إنسانة يعني ملامحها هادية كده، بس من جواها مش خير يعني، جواها مش خير. في ناس بتسعى لحدوث حمل وكده، ورحتم زيارة
الدكاترة وأنتم دلوقتي حالفين خلاص، في أشخاص يعني حالفة إن هي ما تروح خلاص لدكاترة وهتسيبها على ربنا، فعلًا هي أول ما تقول الكلمتين دهُمّة بس بيقين ربنا هيدّيها من غير دكتور ولا أي حاجة إن شاء الله. عندكم فرحة حَمْل إن شاء الله، في فرحة أهيّة للحَمْل إن شاء الله. طيب أنت عاوز تصل رحمك، عاوز تصل رحمك، ماشي؟ يعني هنا أهيّة يعني مكتوبة وواضحة جدًا، جدًا، لازم إن أنت تصل رحمك ولكن لأشخاص معيّنة يعني أشخاص طيبين، يعني تصل رحمك لأشخاص طيبين. يمكن هي في واحدة معدية يمكن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، معدية يمكن ال70 عام أو هو ممكن يكون رجل معدّي عُمر ال70 في رقم 70 هو مستني منّك زيارة أو مستنية منّك زيارة الشخص ده أو الإنسانة ديّة. بتدعي لكم جدًا لإنّك أنت يعني لمّا بتتواصل مع الناس دي بتراضيهم، هي عايزة تتراضى منّك، هي عايزة تتراضى منّك. روح ما تبعتش أنت لأ، أنت لأ ما تبعتش حاجة، لأ أنت تروح بنَفْسك، عشان إن شاء الله تاخُد الحسنة أضعاف بأمر الله يعني، الحسنة هتاخدها أضعاف. في شيء تعبك يا برج القوس جوّه قلبك، يعني في شيء أو أكتر من شيء، يعني هموم، أنت في هموم جوّه قلبك آآ عاوز ترتاح، عاوز توصل لبَر الأمان، عاوز يعني يكون لك مكانة معيّنة، عايز توصل لمكانة معيّنة، مش عاوز إن أنت يعني يعني إن أنت تبقى مستور ديّة حاجة كويسة، يبقى معاك قوت يومك دي حاجة كويسة زي ربنا ما قال، ولكن أنت عندك أهداف وعندك أحلام، يعني أنت عايز مال كتير، عايز أموال، عايز إن أنت تبقى صاحب شيء كبير. صدّقني هتوصل، صدّقني هدفك ده يمكن طال معلش بس هتوصل له في الآخر، إن شاء الله عندك بشارات حلوة. آآ كنت بتنسى الفترة الأخيرة بتنسى أي رؤية أو أي حلم، لأ ربنا إن شاء الله هيدّيك البصيرة وهتفتكر حلمك، هتقوم من النوم هتفتكر حلمك وهتحكيه ولكن تقصه على نفسك بس، تحكيه قدّام نفسك بس ما تحكيش لحد ولا تقول لحد فسّر لي، لإنه بياخد نُص حاجتك منّك، اللي بيفسّر لك بياخد نُص حاجتك منّك، سواء وِحشة أو حلوة، فأنت فسّره لنفسك أنت وإن شاء الله هيكون خير بأمر الله، أتمنى لكم كل الخير وكل السعادة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.